الفضائية الإريترية، وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم ما جاء فيها. تقييم أنشطة إدارة الإقليم الأوسط. الإريتريون في المهجر يقومون بأنشطة وطنية. دورة صحية حول الوقاية من مرض التراكوما في مديرية الشعب. دعم عالمي لمكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء. القمة الإسلامية تدعو لاعتراف دولي بالقدس عاصمة لفلسطين. وقتلى في غارات من التحالف الدولي بريف دير الزور. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قيمت إدارة الإقليم الأوسط أنشطتها للعام 2017، وأشاد حاكم الإقليم اللواء رمضان عثمان أولياي بالتنسيق الذي ظهر لتنفيذ البرامج، مؤكدا إطلاق برامج كبيرة لحل إشكالية المياه والكهرباء. وأشار التقرير المقدم إلى تقديم أكثر من 62 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء وصيانة مستشفيي عداق حموس وضوء العيون، وإضافة فصول دراسية بمبادرات مجتمعية في عدد من المدارس، وبناء طرق في أحياء غودايف وسنبل وفيلاجو وعد سوكدو وتتزارات ومايجوهوت، وصيانة الطرق المسفلة في العاصمة أسمرة بأكثر من 511 مليون نقفة. أكد الإريتريون المقيمون في شتوتغارت الألمانية في الاجتماع الذي عقدوه بمناسبة 3 ديسمبر اليوم العالمي للمعاقين، أكدوا على تعزيز مساعداتهم لإنجاح برامج الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، وكذلك إلى التقليل من مشاكل الجهات المعاقة. وفي البرنامج الذي نظمته فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بشتوتغارت، ألقى رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الأستاذ جبر برهان إياسو كلمة قال فيها إن مساهمات فروع الجمعية المقيمة في الخارج يشكل دعما للجهود التي تبذلها الحكومة لاتكال المعاقين على أكد فرع جمعية شتوتغارت لمعاقي الحرب على العمل الدؤوب لمساعدة المعاقين، وتبرع لصالح الهدف المنجود ب3,000 يورو. وشكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو الدعم الذي يقدمه الإريتريون المقيمون في المهجر لمساعدة المعاقين، داعيا استمرارية العمل النبيل بشكل أكثر تنظيما وتنسيقا. من جانبه دعا رئيس فرع الجمعية السيد حسين خليفة المنضوين تحت راية الجمعية وغيرهم للعمل بتفاني لمساعدة معاقي الحرب. وفي إيطاليا قيمت المنظمات الوطنية أنشطتها نصف السنوية، حيث قدم تقرير عن إنجازات وتحديات برامج التنمية والتصدي التي قامت بها. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فصحاتين بيتروس أن تقوية التنظيم وإنجاح برامج التصدي وعكس الصورة الحقيقية لإريتريا من المهام الآنية. كما قيمت فرع الاتحاد الوطني للمرأة في هولندا أنشطتها. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في هولندا سيد تخست جبر مدهن بأن التاريخ يشهد مساهمة المرأة في مختلف البرامج الوطنية. وعقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الكويت مؤتمره تحت شعار بناء شباب واع. ودعا القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد إدريس محمد علي دعا الشباب للتسلح بالعلم والمعرفة للدفع بالبرامج الوطنية. من جانبه أكد مسؤول الشؤون القنصلية السيد سمؤون تخلي على تعاون السفارة مع الشباب لتعزيز مشاركاتهم الواعية. نظمت دورة صحية في إقليم شمال البحر الأحمر للمهنيين الصحيين القادمين من كافة ضواحي مديرية الجارية بالتركيز على سبل تعليمية واجتماعات ظلت تنظم للمهنيين الصحيين. من جانبهم ذكر الدارسون بأن السيمينارات المنظمة على هيئة مراحل تساعد على إنجاح أنشطتهم الصحية، مناشدين استمراريتها.
طالب سكان جزيرتي ديلمي ومادوت بإقليم شمال البحر الأحمر بتطعيم ماشياتهم. وأشار السكان إلى أهمية تطعيم الماشية لمكافحة الأمراض الحيوانية ودرء الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، موضحين بأن جزرهم لم تشهد تطعيما بالرغم من تنفيذه في مناطق الإقليم الأخرى. افتتح في 13 من ديسمبر الجاري في ساحة فندق إمباسويرا معرض لأعمال الفخار التراثية والعصرية والحلي الذي أعدته الفنانة نيغستي جبر مسقل. وافتتح المعرض الذي حضره كبار مسؤولي الدولة افتتحه مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة تخلي. وأوضحت الفنانة نيغستي جبر مسقل بأن الهدف من إعداد المعرض الذي يحتوي على مختلف أثاثيات المنزل والحلي والتراثي المعد بطريقة عصرية هو لتوسيعه والاستفادة منه جيدا. وعبر المتفقدون للمعرض بأن الأعمال الفنية اليدوية تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التراث والتعريف به. هذا وسيتواصل المعرض حتى 16 من ديسمبر الجاري. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قال زعيم فرنسا ومالي إن قوة عسكرية من غرب إفريقيا تدعمها فرنسا بهدف التصدي للإسلاميين المتشددين ينبغي أن تحقق أول انتصاراتها بحلول منتصف 2018 لتثبت جدارتها وتضمن مزيدا من الدعم الملموس من الأمم المتحدة. ودشنت قوة دول الساحل الخمسة المعروفة اختصارا باسم G5 والمؤلفة من قوات من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد عملية عسكرية رمزية وسط تنامي الاضطرابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها متشددون بينهم عناصر تابعين لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية. ولمنح دفعة للقوة استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة ألمانيا وإيطاليا وزعماء الدول الخمسة المشاركة في القوة بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات. وأكدت السعودية أنها ستقدم 100 مليون يورو للقوة، بينما ستقدم الإمارات 30 مليون يورو ليصل إجمالي التعهدات إلى أكثر من نصف المبلغ المستهدف. وفي بيان نشر في ختام قمة منظمة التعاون الإسلامي، أعلن القادة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ودعوا الدول إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه لا سلام ولا استقرار ما لم يتم ذلك. وقال عباس إن الفلسطينيين سيذهبون إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة بعد أن قررت الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. قالت وسائل حكومية للإعلام السورية ونشطاء إن ضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تسببت في مقتل 23 مدنيا في محافظة دير الزور. ووصفت الوكالة العربية السورية للأنباء الضرب بأنها مجزرة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض مقتل 23 مدنيا على الأقل، من بينهم 8 أطفال و6 نساء جراء غارات التحالف الدولي التي استهدفت قرية الجرزي الشرقي في ريف دير الزور الشرقية. ويسيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على القرية. ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي على التقارير الواردة بشأن الهجوم. وتخوض قوات يدعمها التحالف الدولي معارك من أجل طرد مسلحي التنظيم من آخر المناطق التي يسيطرون عليها.
هزم مشرعون بريطانيون حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي بعد أن صوتوا لصالح تغيير مخططها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في تحرك قد يعقد بشكل أكبر مساعيها للانفصال عن التكتل. وصوت البرلمان بأغلبية 309 أعضاء مقابل 305 لصالح تعديل يطالب بأن يقر البرلمان مشروع قانون منفصل للموافقة على أي اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي. والتصويت يأتي لصالح تعديل قانون تاريخي ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ويدمج الآلاف من تشريعات الاتحاد في القوانين البريطانية. وكانت ماي قد واجهت في وقت سابق تمردا من نواب حزبها حول ما إذا كان للبرلمان دور مهم في إقرار الاتفاق النهائي حول بريكس، فيما يهدد بهزيمة قاضية في حين تحقق تقدما مع بروكسل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.